ضحكوا علينا زمان وقالوا معانا الامتحان، والنهاردة تهنا في قضية هتكمل لآخر الزمان. قضية عالم، مش قضية طرف غاصب وطرف مظلوم، قضية هدفها الإنسان. عايز تعرف إيه الامتحان؟ هقولك إيه الامتحان. لما تعرف الأول إن القصة قصة شيطان وعد ربه غواية الإنسان، فكان لازم يخلق صراع داير طول الزمان، وهيبقى الاختبار على قدر الإيمان. قضية فلسطين فيها طرف وعده الشيطان إنه يقدر يملك الزمان والمكان. طب اشمعنى الطرف ده اللي اختاره الشيطان؟ عشان لقى في نفسه من تكبر وطغيان. أما الطرف التاني فكان غوايته صعبة مع وجود الإيمان، فكان من الحكمة فصله عن دينه بكل الطرق وبقدر الإمكان. اوعى تزعل بقى من تخطيط الشيطان، لأن قدرة ربك أكبر، وربك عايز الشيطان يوصل بينا للمرحلة دي. عشان كده هو قاصد يسيبه لحد ما يختبر كل إنسان، وعشان الفرصة تبقى قدام كل واحد وحسب قدرته. فنبدأ نشوف مين هيقدر يغير بإيده، ولا يقدر يغير بقلبه، ولا حتى يقدر يغير بلسانه. مش كل حد مطلوب منه يغير بإيده، بس اللي يفكر إنه يغير بقلبه محدش يلومه كمان. المهم إن الحكمة من القضية كلها إن الإنسان فينا يبقى عارف إن في ظالم وفي مظلوم، وفي حق وفي باطل. والكلام ده أخده أطبقه على حياتي. يعني أنا في حياتي على الحق ولا على الباطل، ظالم ولا مظلوم، وإيه المطلوب مني إن أنا أعمله. القضية دي لازم تفوق كل واحد فينا لحياته. هل هي حياته صح أصلا؟ هل هو محتاج يغير؟ هل هو ظلم ناس كتير؟ في كل الأحوال الهدف دايما من القصص الكبيرة والقضايا اللي بتكبر فترة وترجع تاني تنطفي وتهدى شوية، لكن هيفضل أنا وإنت موجودين لحد آخر عمرنا. وبالتالي إحنا محتاجين كل واحد من وقت للتاني يراجع نفسه. القضية دي فرصة لكل واحد والله عشان يراجع نفسه، يصلح من أخلاقه ويغير من أخطائه كلها. وإلا هيبقى الامتحان مش أفضل حاجة ومش أحسن حاجة، ومش هيبقى عارف هو مع أنهي طرف. ممكن تكون في حياتك طرف الظالم، وممكن تكون طرف المظلوم. المهم في الحالتين إنك تقدر قبل ما يخلص الامتحان تغير الإجابة وتبقى الإجابة الصح، لأن كل واحد وليه اختباره. وزي ما قلنا قبل كده، اختبارك بتاعك انت لوحدك، يا تغير وتصلح، يا هتبقى النهاية زيك زي أي حد قدر يغوي الشيطان. فرصتنا نتغير للأحسن. مالكش دعوة بآراء الناس حتى لو آرائهم غلط. غير انت بقلبك، غير في اللي منك وفي القريب منك. ولو شايف ان في حد وجهة نظره غلط، حاول تفهمه وجهة النظر الصح لو كانت وجهة نظرك أصلا صح. والحق ربنا قادر ينصره، قادر ينصره على ايد الناس اللي لازم تنصره. ممكن تكون انت واحد منهم، وممكن يكون غيرك واحد منهم. المهم تبقى عارف حدود تغييرك انت ايه، حدود تصليحك انت ايه. وتحاول فعلا انك ما تنهيش حياتك الا لما تكون واثق انك انت في الطرف الصح، انك تكون في طرف الحق، واقف مع الحق. لا عشان مال، ولا عشان حياة، ولا عشان دنيا تنصر الظالم على المظلوم. في شغلك، في بيتك، في شارعك، في اي حتة في الدنيا. ولو ما قدرتش تغير بجد، خلي قلبك حتى ما يقتنعش بالغلط. قول لقلبك ان ده مش صح. اقنع نفسك ان الغلط عمره ما ينفع يكون صح. لكن انك تدافع عن الغلط، لكن انك تقف جنب الغلط، مش كفاية بس انك بتسكت عليه، لا كمان انك تنصره. فانا مش عارف اقول لك ايه. فربنا يهدينا ان احنا دايما نكون يا اصحاب كلمة حق، يا على الاقل قلبنا يكون مع الحق. سلام عليكم.